بص يا ابطال، كام حاجه دول كده عاوزك تركز فيهم قوي. لو انت عاوز تعمل حاجه اسمها كونتراست. ايه يا مستر كونتراست؟ كونتراست معناها العكس او تضاد او تناقض. ماشي، عندك اكتر من حاجه. عندك but however، وخلي بالك however ليها علامتين ترقيم، مره يجي قبليها كوما وبعديها كوما برضو، ومره يجي قبليها فول ستوب، وفي حاجه تانية اسمها سيمي كولن بتلاقيها كوما كده وفيها نقطه وبعديها كوما، تمام كده، وبقى قبلها جمله وبعديها he is strong however he can't carry the box. عندك although even though despite لوحديها او despite the fact that، كلهم بيجي قبلهم جمله وبعديهم جمله. اتفقنا يعني ايه جمله؟ فاعل وفاعل. although he is strong he cannot carry the box، يبقى على الرغم ان هو قوي مش قادر يشيل ايه؟ الصندوق. عندك بعد كده يا بطل كلمه اسمها ايه؟ كلمه اسمها despite. خلي بالك اللي فوق كان اسمها despite the fact that، وعندك بعد كده اسمها in spite of، وبيجي بعديهم فعل مع ing او noun. المره اللي فاتت كان بيجي بعدهم جمله، هنا المره هيجي بعدها فعل مع ing او noun. يبقى تقول ايه؟ despite being strong he can't ايه؟ carry the box. as معناها ان هو بتقارن حاجه بحاجه. strong as he is برضه اللي معناها كونتراست على فكره، يبقى على الرغم من ان هو قوي he can't carry the box، بيجي قبليها الصفه وتجيب as وتجيب بعد كده الفاعل والفعل، بعد كده تجيب الجمله الثانيه بتاعته. سهلين دول؟ يلا بينا نكمل.